مع كثرة انتشار التليفونات ونوعياتها بالأسواق، أصبح من الصعب علينا اختيار الشيء المناسب أو الجهاز المناسب إلنا. تشوف تليفون ومواصفات وسعره 150 أو 200 دولار، وتشوف تليفون مواصفات وسعره 1200 لو 1300 دولار، فتحير شنو تشتري. الغالي اللي بنظر بعض الناس بما أنه هو غالي فهو أحسن، أو الرخيص اللي بيه مواصفات تنافس التليفونات الطاقة بس مشكلته رخيص. واكو ناس بيها مرض ما تشتري الا الغالي وتكره الرخيص. سووا لهم منشن وقولوا لهم مو شرط كل غالي زين ولا كل رخيص مو زين، خصوصا بهذا وقتنا. بالبدايه لازم تحدد شنو احتياجك. نظام اندرويد لو اي او اس اللي هو الايفون، كلنا متفقين انه الايفون غالي مقارنه بباقي الاجهزه. اولا حجم الجهاز، هل تريده صغير ممكن يقعد بايدك، لو تريده كبير حتى تلعب العاب وتتصفح على راحتك. اذا كانت ايدك صغيره فالافضل تاخذ جهاز على قد ايدك، لان راح تستخدم الجهاز بكثره وهذا الشيء راح يتعبك في حال الجهاز كان كبير. ثانيا المواصفات، هل تريد الجهاز العاب وشغل ثقيل، لو تريده استخدام تصفح وشغل خفيف. مثلا الالعاب تتطلب شاشه هرتزيه عاليه توصل الى 90 او 120 هرتز حتى تحصل على سلاسه باللعب، بالاضافه الى المعالج لازم يكون عالي حتى تحصل على اداء كامل. ثالثا الكاميرا، اليوم الشيء الاساسي اللي اعتبره بالتليفون هو الكاميرا، لان صارت العين الثالثه للبشر. نحتاج نوثق لحظاتنا وافراحنا ونحتاج جوده عاليه، فاخذ كاميرا ميجا بكسلات عاليه وسنسر كبير. هم تعرف تليفون يجمع هاي المواصفات بسعر رخيص؟ اكتبه بالتعليقات وخلينا نستفاد. واحفظ الفيديو ولا تنسى شاركه ويا اصدقائك، ولا تنسى تتابعني حتى تعرف اكثر عن التكنولوجيا اللي تفيدك بحياتك اليوميه. كان وياكم محمد من قناه منطق رفيع، اشوفكم فيديوهات جايه. في امان الله.